انا دلوقتي هشوف لو جاب لي في الامتحان قال لي ابدل السوجي ببرونوم بيرسونال. يعني ايه برونوم بيرسونال؟ برونوم بيرسونال اللي هم الضمائر عندي في الفرنسي، اللي هم انا جو، انت تو، هو هي il elle، نحن نو، انتم فو، ولاد بنات، الى فيك اس الا فيك اس. لو قال لي ابدل السوجي ببرونوم بيرسونال هعمل ايه؟ انا عندي كذا نوع للسوجي. النوع الاولاني لو جاب لي اسم بني ادم زي ولد علي، او بنت ساره، او ولد وبنت علي ايه ساره، او اتنين ولاد علي ايه احمد، او اتنين بنات ساره ايه سلمى. هي دي الانواع اللي عندي. فاضل لي نوعين كمان هناخدهم بعد ما اخلص دول. فلو قال لي اشيل السوجي احط مكانه برونوم بيرسونال، هو عايزني اشيل احط مكانه ضمير، اشيل واحط مكانه ضمير. فلو اداني علي ده اسم ولد، هل انا علي؟ لا. هل انت علي؟ لا. يبقى علي ده هو واحد ضمير غائب، هو مش قاعد معانا. علي ده مش قاعد معانا دلوقتي، علي ده مش قاعد معايا دلوقتي، يبقى ضمير غائب هو. وهو عندي في الفرنسية يعني il، هو عندي في الفرنسية يعني il. طيب لو قال لي سارة او اي اسم بنت، هي، وهي يعني ال، فانا هشيل كلمة سارة واحط مكانها ال، هشيل علي واحط مكانها ال. طب لو جاب لي علي ايه سارة يعني ولد وبنت، هعمل ايه؟ نسيب دي دلوقتي. لو اداني اتنين ولاد سهلة، اتنين ولاد يبقى هم، وهم يعني il avec us. طب لو اتنين بنات سارة ايه سلمى، اتنين بنات هن يعني elle avec us. طب هنا بقى المشكلة، لو جاب لي ولد وبنت هعمل ايه؟ بقول الولد يكسب، بقول ايه؟ الولد يكسب. يعني هعمل ايه؟ يعني هحط il avec us. طيب دي كده الانواع السهلة. طيب عندي حاجتين كمان. لو جاب لي اسم سواء ولد او بنت مش هتفرق، علي، وحط لي معاه كلمة ايه؟ موا. يعني ايه موا يعني انا، او علي ايه يعني وي، توا يعني انت. علي وانا يبقى بالعربي علي وانا يعني نحن، ونحن بالفرنسي يعني نو. طيب علي ايه توا يعني انت، علي وانت، علي وانت بالعربي انتم، وانتم يعني فو. بس كده. يبقى ده اول نوع عندي لتبديل السوجي ببرونوم بيرسونال. طيب هل ده النوع الوحيد؟ لا، عندي نوع تاني، يلا بينا نشوفه. طيب تاني نوع بقى، وهو لو جاب لي article défini يعني أداة معرفة، معناها بالعربي ال. لو اداني أداة معرفة وبعدها اسم زي مثلا لو جارسون، الولد، مش شرط بقى الكلمة دي، أي كلمة اداني معاها أداة لو، الأداة دي بتيجي مع الكلمة المذكرة، فأنا بشيل الجزء ده وبعوض عنه بإل. يبقى أنا كده بشيل السوجي وبحط مكانه ضمير، بشيل السوجي وبحط مكانه برونوم بيرسونال. طيب لو اداني لا دي ارتكل ديفيني، معناها ال للكلمة المؤنثة. فأيا كان لا الكلمة اللي هتيجي بعدها، لا في البنت أو أي كلمة تانية، لا كذا أي كلمة، مادام شفت أداة لا بشيل المجموعة دي على بعض وبحط مكانها ال، بحط مكانها ال. طيب لو لقيت ال أبوستروف، هنا بقى دي أداة بتيجي مع الكلمة المفرد، بتيجي مع الكلمة المفرد اللي بتبدأ بحرف فويال، اللي بتبدأ بحرف متحرك. فالكلمة المفرد اللي بتبدأ بحرف متحرك ممكن تكون كلمة مؤنثة وممكن تكون كلمة مذكرة. في الحالة دي أنا لازم أبقى عارفة الكلمة اللي عندي إذا كانت هي كلمة مذكرة هديها إل، أو كانت كلمة مؤنثة هديها ال. المهم ان ال ابوستروف دي مع الكلمه اللي بعدها بشيلها واحط مكانها ال او ال، بحط مكانها ال او ال على حسب الكلمه بقى ذات نفسها مذكر ولا مؤنث. طيب اللي دي اداه جمع بتيجي مع الكلمه الجمع، بلاقي الكلمه اخرها اس. طيب ما دام الاداه دي بتيجي مع الكلمه الجمع، مش الكلمه الجمع دي ممكن تبقى مذكر جمع او جمع مذكر، يبقى ساعتها هعوض عنها بإل
افيك اس. طب لو كانت جمع بس مؤنث ساعتها هعوض عنها بال افيك اس. بس كده، ده كده تاني نوع عندي في ان انا اشيل السوجي واعوض عنه برونوم بيرسونال. لو جاب لي اداة مذكر هعوض عنها بإل، مؤنث ال، متحرك يا إيل يا ال على حسب الكلمة. ونفس الكلام في الجمع إلى فيك أس أو ألا فيك أس على حسب الكلمة اللي عندي. واتفقنا لو أسماء هعمل إيه؟ لو أسماء ولد هعوض عنه بإل، بنت ال. طيب لو ولد وبنت، الولد يكسب يبقى إلى فيك أس، 2 ولاد إلى فيك أس. طب لو بنت وبنت ألا فيك أس. أي اسم موا يعني أنا بيساوي نو. أي اسم توا علي وأنت يبقى أنتم بتساوي فو. بس كده، هي دي فكرة إن أنا أشيل السوجي. هو ده السوجي، هو ده كده السوجي، وهعوض عنه برونوم بيرسونال. طب هو هيجيلي ازاي؟ هتجيلي جملة زي كده، لو فرير اخ، بشيل كلمة لو بالكلمة اللي بعدها وبعوض عنها. اتفقنا لما نلاقي لو بنعوض عنها بايه؟ بإل. طب لو لقيت لا للبنت هشيلها والكلمة اللي بعدها واعوض عنها بأل، وهكذا.